السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده ابني بيتعلم برا مصر، طلبوا مني قلت انزله يمكن افيد بيه البنات او الطلبة المغتربين. هنجيب الفراخ ونغسلها كويس جدا وهنقطع الجزء ده زي ما انا بقطعه كده. بعدين هنجيب بصل، انا هنا حطيت على الفرخة بصلتين متوسطين وتوم ونضربهم في الكبة. بعد كده نحط البهارات ملح وفلفل اسود ونقلبه مع بعض كويس جدا. الطريقة دي يا بنات بتمنع الزفارة من الفراخ، ممكن تتبليها وتشيليها كده في الفريزر وتطلعيها وقت ما تحتاجيها، او تتبليها وتسيبها نص ساعة او ساعة بعد كده تطبخيها سواء شوربة او طبيخ او شوي في البوتاجاز. هنجيب قطع الفراخ هنبتدي نشقها بالمقص او بالسكينة، نعمل لها فتحات. طبعا حتى لو فرخة كاملة هتعمليها بنفس الطريقة، فتحات كده. بعد كده هنجيب التتبيلة اللي احنا عملناها وهندخلها في الفتحات وفي الجزء الفراخ كله، نغطيها بيها كلها وهنسيبها كده لمدة ساعة او نص ساعة. بعد كده تطبخيها. الطريقة دي انا بعملها من زمان وفعلا بتمنع الزفارة اللي بتبقى موجودة في الفراخ.